for stability for the country for the sake of the country. وهذا كلام كويس جدا. عاوز تضيف حاجه ثانيه؟ لا شكرا. لا كمل. لا انا خلصت الكلام. لا خلاص كده. مين اللي عاوز يتكلم؟ اتفضل. حاج احمد ابو اهلا وسهلا بكم. اتفضل. بالنسبه لواحد ليه فتره طويله في اليونان هنا، فتره كبيره تقريبا في 30 سنه، فكنت بنحس زمان قبل ما يجي السيسي وقبل الثورات والحاجات اللي زي كده، فتره التغيير دي كنت بنحس بيننا وبين اوروبا دي سنين كبيره عشان نلحقها، 50 سنه 100 سنه. فلما حصل تغيير وجه الراجل السيسي الراجل الكويس ده، كل اللي كنت حاسس بيه ونتمناه شايف ان هو بيحققه قدامنا، يعني في نفس الطريق دي تقريبا. يعني 10 سنين تاني نلحق بالدول دي، نبقى في نفس المستوى بتاع الدول اللي احنا عايشين فيها دي، بنتمنى ان نبقى زيهم. فدي حاجه دي انا حاسس بيها من فتره ومبسوط فيها، وربنا يديم الرئيس ده علينا، سعاده الرئيس عبد الفتاح السيسي. اشكرك. هو نفس الكلام برضو بيؤكد على التطور، يعني على مرحله الديفلوبمنت والتنميه، ان هو عمل تنميه كبيره جدا بالمشروع بتاع البنيه التحتيه.